السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، من بعد ما قررت العصبة الوطنية الاحترافية التراجع على القرار ديالها بالماتش ديال الديربي، وانه غادي تلعب ويكلو. دابا غادي تلعب بالجمهور ديالو. إدارة فريق الرجاء البيضاوي رفعت قيمة التذاكر إلى 100 درهم و200 درهم، وهذا الشيء اللي خلى بعض الجماهير لأنها كتستنكر البادرة هذه ديال فريق الرجاء البيضاوي، وعلى رأسهم رئيس فريق الوداد البيضاوي سعيد النصيري، انه تو استنكر هاد التذاكر انهم وصلوا لهاد الاثمنه هذه 100 درهم و200 درهم، لانها قال لك هذا الشيء غير معقول. لانه باش غادي يكون التذاكر الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي ولا الوداد البيضاوي بهذه الاثمنه هذه، لان خاصهم يكونوا بثمن مناسب في متناول الجماهير كلها، باش التيران يكون عامر ويكون التيران مملوء عن اخره. هذا الشيء اللي قال سعيد النصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي. اخواني اخواتي، هذا الشيء اللي عندنا في هذا الموضوع هذا. ما تنساوش تابوناو وفعلوا الجرس، ديروا اللايك باش نوصلوا لكم كل حاجه جديده توصلنا بها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.